السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. يا رب تكونوا بخير. النهاردة معنا قصة جديدة بعنوان العراف. يلا بينا نبتدي القصة وما نطولش عليكم. يعني إيه أكون مكان جدي؟ أنا معرفش في الموضوع ده ولا ليا فيه وما فهمش فيه أي حاجة. جدتي دي عايزاني أكون زي جدي وأكون عراف زيه بالظبط. طب إزاي؟ جدتي دي قالت أنا عندي الحاجات اللي كان شغال بيها جدك، عينها في مكان. قلت لجدتي وأنا بضحك حاجات إيه يا جدتي؟ هي المشكلة في الحاجات دي أصلا؟ جدتي قامت من مكانها وراحت ناحية دولاب مقفول باسمي وفتحته وجابت منه كتاب قديم، ولقيتها جايبة الكتاب ده وجاية ناحيتي وقالت لي امسك الكتاب ده. مسكت الكتاب في ايدي وبصيت فيه، حتى الغلاف ما كانش مكتوب عليه أي حاجة توصف اللي موجود في الكتاب. جدتي اتكلمت وقالت إن الكتاب ده فيه كل حاجة أنت عايز تعرفها. جدك قال إن الكتاب ده هو اللي عرف كل حاجة عن شغلانة العراف، وقبل الكتاب ده مكانش يعرف أي حاجة. فكرت دقيقة كده وقعدت قلت لجدتي اشمعنى أنا اللي أكون مكان جدي؟ ما في غيري كتير. جدتي بصت ناحية صورة جدي وقالت دي كانت وصية جدك، وقال إن أنت الوحيد اللي ممكن تكون مكانه بعده. وبعد تفكير أخدت الكتاب من جدتي وقلت ما باليد حيلة، ربنا يستر. وقبل ما أخد الكتاب وأمشي جدتي نادت عليا وقالت رايح فين؟ ضحكت وقلت لها أكيد مروح. يعني إيه رايح فين؟ قالت لي طيب مش تاخد بقية الحاجات؟ قلت لها وأنا قلقان حاجات إيه تاني؟ لقيتها جابت كورة إزاز وقالت لي امسك أهم حاجة، وقلت لها بضحكة استهزاء ودي هشتغل عليها إزاي؟ جدتي قالت بطريقة مخيفة دي اللي هتعرف بيها وتكشف كل حاجة، بس بعد ما تقرأ وتفهم اللي في الكتاب. أخدت الكرة والكتاب وأنا ماشي مروح قلت لجدتي أمشي ولا في حاجة تاني؟ جدتي قالت بالسلامة أنت، ربنا معاك. روحت البيت، كانت حوالي الساعة 12 بالليل. بيت جدتي كان جنب بيتنا ما كانش بعيد. لما روحت البيت حطيت الكتاب والكرة الإزاز دي على المكتب. كنت تعبان جدا وكان نفسي انام. رحت ناحية السرير قمت رامي نفسي عليه، وبعدها ما حسيتش بالدنيا ورحت على حلمي. وبالليل لقيت حد بيصحيني من النوم وهو حاطط ايده على وشي. لما فتحت عيني عشان اشوف مين لقيت شخص لابس اسود في اسود، وشه مش باين منه اي حاجة. لقيت صوت بس ما كنتش عارف الصوت ده جاي منين، وبيقول أخدك الكتاب هو بداية وكل كلمة في الكتاب إحنا كتاب، فاتبع كل القواعد المكتوبة فيه وإحنا هنكشف كل خفايا عنها. وبكده أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من قصتنا النهاردة العراف. يا رب يكون الجزء الأول عجبكم. أشوفكم على ألف خير في الجزء الثاني من العراف وإن شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. بتمنى منكم زي كل مرة دعم ولايك وشير. شكرا على الخير. سلام.